أنا في وجع لا يعلم به إلا الله، في قهر لا يعلم به إلا الله، ولكن ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايش دخل ابني؟ ابني حالته بتتضاعف بتستاء، ايش دخل ابني؟ بيني انا وانتو شي يصيروا المحكمة. هذه الإنسانية الذي فيكم، الدكاترة الأطباء الذي رفضوا يفعلوا العملية لابني، هذه الرحمة الذي فيكم يا ملائكة الرحمة، هذه الدراسة الذي درستوها من أجل تعالجوا الناس، ترفضوا تعالجوا ابني لأنكم زاعلين بسبب فيديوهاتي أو انتقاداتي. أنتم دارين إن في غزة نتنياهو بيتصل للدكاترة ممنوع تعالجوا أي جريح، تعالجوا أي جريح نرد البيت رماد، ومع ذلك مستمرين في مبدأهم بيعالجوا الجرحى والأمراض في غزة، ويجي الطيران يرد بيت الطبيب للأرض هو وأسرته، ومستمرين لأنه مبدأ درس الطب من أجل يعالج الناس، رحمة إنسانية. ولكن أنتم ما بش فيكم أي رحمة، أحقاد خبث لا درجة أنكم تخرجوا طفل عمره 3 سنوات من داخل المستشفى ترفضوا تفعلوا لها العملية. هذه الرحمة لا فيكم رحمة ولا إنسانية ولا أخلاق، يا من رفضتوا تفعلوا لطفل عمره 3 سنوات عملية وحالته تستاء وتتضاعف وانتم دارين، ورفضتوا تفعلوا لها العملية لأن أبوه بينتقد الفاشلين من الأطباء. ما رأيكم يا حكومتنا؟ هل هذا الكلام يرضيكم؟ هل انتم قابلين بهذا الكلام؟ تعميم إلى جميع المستشفيات في اليمن يرفضوا يعالجوا ابني، يفعلوا العملية لابني. أقسم بالله ما أشي أتكلم في هذا الموضوع، لا تقولوا إننا بنستغل شهرتي وقناتي أتكلم في حكي القضايا الشخصية. والله إني ما أشي أتكلم على قضية ابني، ولكن هؤلاء ما ادوليش مجال إننا أخرج من هذا الموضوع. كل ما أشتي أنسحب من هذا الموضوع يسحبوني. نفس اليوم شليناه مستشفى قالوا معنا توجيهات من طالع ممنوع نفعل لابنك العملية. من التوجيهات؟ من المجلس الطبي. المجلس الطبي الذي المفروض يكون إلى جانب الشعب، إلى جانب المواطنين، ينصف المواطنين. رجع المجلس الطبي يدي التوجيهات، ابن مصطفى المومري ممنوع تفعلوا له أي عملية. أنا بنتكلم بكلام صادق، تأكدوا من كلامي، لا تقولون أنا بنكذب أو من زايد. والله ما أشي أتكلم في هذه القضية، وأنهم مدوا لي مجال وبيسحبوني إلى هذه القضية، كل ما اشتي أخرج منها يسحبوني. ابني ما معي إلا ابني، يرفضوا يفعلوا لها العملية. توجيهات من المجلس الطبي، هذا يرضيكم يا حكومتنا؟ هذا يرضيكم؟ المجلس الطبي يصير المحكمة، لا يجيش يوجعني في ابني، لا يقهرنش في ابني. كونوا افهموا ابني، خرجوه من المستشفيات، خرجوه من أكثر من مستشفى لأنه ابني، ذنبه أنه ابني. أنا في وجع لا يعلم به إلا الله، في قهر لا يعلم به إلا الله، ولكن ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.